من فترة كنا عملنا حلقة مع دكتور هشام عبد الواحد استشاري تطوير الأعمال، واتكلمنا فيها بشكل موسع عن مجال تطوير الأعمال، وجات لنا رسائل كتير طلبت إن حلقات دكتور هشام عبد الواحد تكون مستمرة معانا، وده اللي احنا هنعمله النهاردة. في حلقة جديدة مع دكتور هشام عبد الواحد هنتكلم عن حاجة كلنا بنجري وراها، بنسمعها كتير جدا، وبتمثل لنا بعبع في أوقات كتير، هو التارجت. والحلقة النهاردة بعنوان التارجت فيه سم قاتل، كما قال دكتور هشام عبد الواحد. اهلا بيك يا دكتور هشام. اهلا وسهلا بيك واهلا وسهلا باسره المجرب ومتابعين المجرب. مستعد تفيدنا النهارده زي ما فدتنا المره اللي فاتت؟ ان شاء الله تبقى حلقه مثمره ومفيده لكل اللي بيتابع المجرب باذن الله. قول لي بقى، كيف بدأ التارجت؟ من اين ظهر التارجت؟ يعني خلينا نقول فكره التارجت نفسها كانت ليها اصول شويه، نرجع بالزمن قرن كده ولا قرن. حاجه. خلينا نقول في القرن 19 ومع ظهور الثوره الصناعيه الثانيه. اوكي. بنتكلم تقريبا في الفترة 1880 تقريبا. كان أوروبا وأمريكا وبعض الدول الصناعية في الوقت ده كان عندها نقدر نقول كده فكر وتصنيع وغزارة في الإنتاج، وكان في انفنتوري عالي جدا. فابتدى هنا إن العرض يكون أكتر من الطلب اللي موجود في الماركت، فكان لازم لحل نقدر نقول عليه هو الحل السحري، ازاي نتخلص من المخزون اللي عندنا ده، خصوصا ان الانتاج فيه زيادة شويتين. وكان الوقت ده كان معروف، يعني نقدر نقول عليه ان في فكر تصنيع عالي، في فكر ازاي انتج بسرعة، في فكر ازاي انتج بكميات كبيرة. فهو كويس. يمكن من هنا نبتدي نقول كده كان في تريجرز لفكرة التارجت. ولكن التارجت الفعلي تقريبا ممكن نقول بدأ مع ظهور شركة اسمها NCR، دي شركة أمريكي اللي هي ناشونال كاش ريجستري. دي كان شركة متخصصة في الماشينز الخاصة بموضوع النقد وتعد ازاي الفلوس، البوينت اوف سيل ماشين. هي كانت مينلي قايمة على الفكر ده. وتقريبا في الفترة بتاعة 1840 ابتدت الشركة دي، وكان المؤسس ليها كان هنري باتريسون. وده يمكن أول حد هو ابتدى يشتغل بفكر التارجت، وابتدى يشتغل بفكر إن يبقى فيه عندي مخزون، إن أنا إزاي أحقق معادلة إن أنا أوزع المخزون ده، ازاي يبقى عندي مندوبين او يبقى عندي مسؤولين، حد مسؤول عن التوزيع، ازاي يبقى عندي خطط شهرية، ازاي يبقى عندي خطط سنوية. كويس. ففي التوقيت ده مينلي يمكن ده كان الشكل الواضح شوية لفكرة تارجت. نتكلم تقريبا في 1884 بقى فكرة ان يبقى في مندوب او فكرة في تيم بيوزع البوينت اوف سيل دي او البرودكتس الموجوده دي، كويس. ويبقى في اناليسز او يبقى في تراكنج للمبيعات بتاعتهم بشكل او باخر. فتقريبا هو في الفتره دي ابتدى الفكر بتاع التارجت يتكون. وكمان هنري كان في الفتره دي يمكن نقدر نقول عليه هو من اول مؤسسي مدارس لتدريب على المبيعات. من الاضافات برضو اللي حطها هنري في التوقيت ده ان هو في 1893 هو أسس أول مدرسة للتدريب على المبيعات. ودي كويس. كانت من النجاحات والإضافات اللي كانت تضاف له في مجال المبيعات ومجال التارجت. إضافة إلى كده مع الوقت هو يمكن من مؤسسي علم المبيعات الحديث، وهو يعتبر أبو المبيعات زي ما احنا كده بنقول في التسويق فيليب كوتلر. فيليب كوتر. احنا عندنا هنا هنري باتريسون هو يمكن المؤسس لفكر المبيعات أو المبيعات الحديثة. خلينا من البدايه كده واحده واحده زي ما احنا ماشيين. هو لما عمل التارجت اصلا، الحاج فورد اللي انت بتقول عليه ده، لما عمل التارجت من البدايه خالص كان عامله ليه؟ كان بيفكر في ايه؟ هو كان كان بيفكر، عايز ايه من وراه؟ هو كان عنده انفنتوري كبير من الماشينز بتاعه كويس. النقد دي، البي او وكان اس. عنده انفنتوري اكبر من البوينت اوف سيل. فهو كان عاوز يحقق ارقام قياسيه في المبيعات بشكل او باخر، ويطلع الانفنتوري المخزون اللي موجود عنده ده. فمن هنا جات له الاوبورتيونيتي دي او جات له الفكره دي، ان هو ازاي يحرك ويبقى عنده ريكورد وعنده اتشيفمنت وبرفورمانس لكل الموظفين اللي موجودين معاه في الشركه او موجودين معاه في الكيان بتاعه، وفي نفس الوقت ان هو يسجل مبيعات اكبر واكبر واكبر للشركه بتاعته. حلو قوي. في التوقيت ده برضو كان في حد من الاسماء المشهوره في عالم المبيعات كان موجود في نقدر نقول المدير العام للمصنع NCR او للشركه. كان توماس، كان مشهور جدا، اللي هو بعد كده خد نفسه واقاله تقريبا في 1914
اقاله من الشركه واتحرك على اي بي ام، وخد مم. المقوله الشهيره بتاعته معاه اللي هي ثينك. يعني انتوا لو هتبصوا على البرودكتس بتاعت اي بي ام كلها هتلاقي مكتوب عليها ثينك. مم. ثينك دي كانت جايه لتوماس، كان في احدى الاجتماعات اللي موجوده في جوه شركه ان سي ار. كان بيتكلم ان الناس بقت بتشتغل اكتر ما تفكر يعني. اوكي. فكان قال مقولته الشهيره في التوقيت ده، فبيفكر الناس ان هي تفكر. بالظبط كده، كان بيفكر الناس ان هي تفكر. فقال مقولته الشهيره في التوقيت ده ان احنا محتاجين نفكر اكتر، لان الشركه مش بتدفع لنا عشان نحرك اقدامنا، الشركه بتدفع لنا عشان نفكر اكتر وننتج اكتر. اوكي. ومن هنا جت كلمه ثينك لما هنري طلعه من الشركه بتاعته وراح هو اي بي ام، فراح بالكونسبت بتاع المبيعات، وراح بكونسبت شركه الكلمه بتاعت ثينك، وبقت ثينك دي هتشوفوها في كل حته مرتبطه ب اي بي ام. هي فكرتها ايه؟ ان هو يحفز المجتمع او يحفز البيئه اللي هو موجود فيها، ان هو فكر اكتر ما بتتحرك، يعني فكر اكتر ما تحرك رجلك، فكر اكتر ما تشتغل، فكر الاول ثم اشتغل بحيث ان انت تاتشيف الجول اللي انت بتدور عليه. طيب كيف تطور التارجت لحد الصوره اللي احنا بنشوفها النهارده؟ يعني التوقيت ده ابتدت الدنيا تتحرك، ومنلي لما رحنا بعد الحرب العالميه الثانيه تقريبا بنتكلم في الفتره بتاعه 1918، ابتدى يبقى فيه اكتر واكتر المصانع كانت في التوقيت ده كانت شغاله على بتخدم الحروب والاسلحه، وكان الانتاج شغال ليل نهار ما بيقفش تماما. فالفترة دي بعد الحرب ما بقاش فيه أي داعي للإنتاجية دي كلها، ولكن المصانع فضلت شغالة وطلعت انفنتوري كبير جدا جدا جدا. وده كان تريجر تاني في التوقيت ده، ان احنا ازاي نصرف الانفنتوري اللي موجود عندنا ده. فظهرت يعني نقدر نقول كده زي كونسبت او حاجه ظهرت في التوقيت ده، ان احنا ازاي المصانع دي كلها شغاله ليل نهار، مصانع اوروبا وامريكا وانجلترا، ازاي ان احنا الانفنتوري ده نتحكم فيه، او ازاي نصرف الانفنتوري بتاعنا ده بحيث ان احنا نبيع للطريقه لغايه ما نقف للطريقه اللي هي ما تخسرناش، او ان احنا نفضل نبيع لحد ما نكسب ونوقف عند الحته دي. فمن هنا الدايلاما دي ظهرت معانا فكره التارجت، ازاي نصرف الانفنتوري بتاعنا. وبعد كده ظهر معانا في التوقيت ده بيتر دراكر، وظهر بكتابه المشهور في الإدارة اللي هو Practice of Management تقريبا في 1954، وقال كلمته الشهيرة اللي احنا بنرددها لحد النهاردة، ويمكن في ناس كتير مش عارفة الروت كوز بتاعها ايه. ان هو كان بيتكلم على جزئية ان الشيء اللي انت بتمانجه او الشيء اللي انت شغال فيه لو مش هتقدر تقيسه مش هتعرف. ما لا يقاس لا يدار. صحيح. if you can't measure it you can't manage it. يعني الشيء اللي مش هتعرف تقيسه مش هتعرف تديره، ثم بالتالي مش هتعرف تطوره. صحيح. فدي كانت الفكرة اللي كان قايم عليها البراكتس اوف مانجمنت، ودي كانت اشهر مقولة في التوقيت ده، وللآن احنا مكملين عليها وحطينا عليها وزودنا عليها كتير جدا عشان نقدر نمانج ونطور البرودكت او السيرفيس اللي احنا شغالين فيها. بعد كده ظهر مع بيتر دراكر برضو استكمالا لموضوع التارجت، واحنا رايحين للسكه دي اكتر، ظهر حاجه اسمها ايه؟ ظهر حاجه اسمها مانجينج باي اوبجكتيف، ان هو يبدا يدير عن طريق اهداف بيحطها للموظفين، عشان الاستاف او الموظفين اللي موجودين دول يبقوا عارفين هو مطلوب منه ايه وفاضل ايه ما عملوش. جميل. يقدر يقيس ويقيم الموظفين بتوعه من وقت للتاني. فهنا من هنا ظهرت الفكره بتاعت مانجينج باي اوبجكتيف. ده كان برضو نقدر نقول عليه شكل اولي للتارجت، ان انا عندي مجموعه من الاهداف الموظف بيبقى عارفها ان دي اهداف الشهر بتاعك اللي انت لازم تحققها. ما كانش تارجت رقم بقى في الوقت. ما كانش تارجت رقم في التوقيت ده، لان هو كان مين رايح لعلم الاداره شويه. هو كان بيتر دراكر كان مركز في هاو تو مانج اكتر من هاو تو سيل. اوكي. فالجزئيه دي هي اللي ودتنا الحته بتاعه مانجينج باي اوبجكتيف، ان انا عندي مجموعه من الاهداف لازم اقيسها ولازم اوصل لها، ولو ما وصلتلهاش يبقى ابقى عارف ايه اللي ما انا وصلتلوش. جميل. وطبعا مع الوقت بقى تقريبا في 1950 مع ظهور الشركات وظهور الامبراطوريه الكبيره للشركات الامريكيه، ابتدى يبقى عندنا بقى فكر التارجت ابتدى يتداول، فكر الكي بي ايز ابتدى يتداول، فكر السي ار ام بقى مدمج مع التارجت، اللي هي الاشكال اللي احنا بنشوفها النهارده. بالظبط. ده يمكن تقريبا نقدر نقول عليه من شكل اللي هو شبه مكتمل تقريبا من 1950. جميل.
في منتصف القرن تقريبا ابتدى يبقى ليها شكل واضح وصريح على يد الشركات الامريكيه في التوقيت ده. كويس. وابتدوا كمان يمكن فكره الفوركاستنج اللي احنا كلنا بنتكلم عليها النهارده تقريبا هي كانت موجوده في الحقبه الزمنيه دي. ابتدى يبقى في حاجه اسمها فوركاستنج عشان ابدا اقنن المخزون او ابدا اقنن الانتاج بتاعي، هو انا بسحب قد ايه او انا ببيع قد ايه او انا بوزع قد ايه على مدار السنه. ده جاي لي من الفوركاستنج عشان بناء عليه ادي اوردر للانتاج ان هو يشتغل اكوردنج للقصه دي، عشان نفس الفكره ان انت تبيع للحد اللي يكسبك وفي نفس الوقت ما تزودش في الانتاج للحد اللي يخسرك. جميل. دلوقتي واضح من كلام حضرتك ان هو التارجت طلع بنوايا حسنه زي ما صحيح. بيقولوا يعني. هل أسيء استخدام التارجت في الأيام الحالية؟ يعني خلينا نقول هو أسيء للاستخدام التارجت، وده بعدها بقى ممكن حضرتك تقول لنا ليه هو فيه سم قاتل. صحيح. هو أسيء لاستخدام التارجت تقريبا من قبل الأيام الحالية بشويتين 3، لأنه هو التارجت بقى هدف ان الشركه يكون عندها تارجت، ولكن بدايه التارجت كانت هو كان تول للحد من الانتاج للتصريف الانتاج الكبير اللي موجود عندنا، كانت تول للتطوير والقياس، كانت تول هاو تو مانج الورك فلو في الانفنتوري اللي موجود عندك. فهي نقدر نقول كده ان هي طلعت من سياقها وراحت ليه ان احنا لازم يبقى عندنا تارجت في الشركه بتاعتنا، لازم يبقى عندنا تارجت في كذا. هو الايم ان يبقى فيه تارجت، مش الايم التارجت ده يجي ازاي او بيتعمل ازاي او بيتحسب ازاي. او انا شويه عملت الاستاديز بتاعتي عشان اعرف الاندستري بتاعتي اللي انا موجود فيها دي الماركت شير بتاعتي ايه اصلا فيها ولا لا. كويس. ايه الفرق بين الماركت شير والشير اوف ماركت؟ الماركت شير اللي هي اجمالي الصناعه بتاعتي كلها قد ايه انا واخد منها ماركت شير قد ايه، البرسنتج بتاعت السيلز بتاعتي من اجمالي مبيعات الصناعه دي قد ايه. وممكن نحسبها بطريقتين، يا اما بنتكلم از فاليو او بنتكلم از فوليوم. على سبيل المثال يعني احنا شركتنا لو احنا شركه اكس بتصنع عربيات، فاحنا الماركت شير بتاعتنا مثلا 10% من اجمالي صناعه العربيات على مستوى العالم. حلو. ممكن اقولها 10% as a units number of units اللي هي تتقال عليها ان هي فوليوم، او ممكن اقول فاليو ان هي لو ببيع مثلا ب 10 مليون دولار فانا عندي يعني 10% من ال 10 مليون دولار دول. ممكن اقول كده وممكن اقول كده. دي الماركت شير الطبيعيه اللي احنا المفروض لازم نبقى عارفينها عشان نبدا نحط التارجتس بتاعتنا از كوربريت او از شركه او از مصنع. الجزئيه الثانيه الشير اوف ماركت. الشير اوف ماركت اللي هي الحصه بتاعتي من سيجمنت معينه. يعني سي مثلا لو انا مثلا شركه بتبيع سوبر كارز اللي هي العربيات الحديثه يعني، فانا الشير بتاعتي من البريميوم ماركت في السوبر كارز دي قد ايه، مش من اكتر يعني. مش من صناعه العربيات وورلد وايد، لا هو انا بتكلم على شريحه معينه. لازم انت عشان تبدا تروح للجزئيه دي لازم يبقى عندك النوليدج ان انت الصناعه بتاعتك اوير بيها، الماركت شير بتاعتك اوير بيها، الشير اوف ماركت بتاعتك اوير بيها، عشان ده كل ده يأهلك ان انت تقدر تحط تارجت للشركه بتاعتك. كويس قوي. نرجع تاني لجزئيه أسيء استخدام التارجت ولماذا فيه سم قاتل. أسيء استخدام التارجت للاسف حقيقي حاصل فعلا، وبقى فيه سم قاتل لاسباب كتيره جدا جدا جدا. يعني خلينا ناخدهم نعمل لهم بريك داون كده الاول. هو مين الستيك هولدرز بتوع التارجت؟ احنا عندنا اول حاجه اللي هي مستر كاستمر، وده اكتر حد يهمنا في الموضوع. كويس. ده رقم 1. رقم 2 الموظف او السيلز اللي شغال في الموضوع. رقم 3 والاهم اللي هي الشركه او المصنع او مقدم الخدمه في الجزئيه دي. دول الثلاثه الستيك هولدرز اللي هم بيتاثروا بشكل او باخر من السم القاتل اللي موجود في التارجت. حابب نبدا من مين؟ نتكلم عن مين اول واحد اتاثر بالسم القاتل؟ الموظف. صحيح. هو اول واحد كلنا رمينا عليه عبء ان انت لازم بيبقى ماشي بيكلم نفسه. يس بالظبط كده، ان انت اول حد احنا كلنا رمينا عليه انت لازم تبيع المنتجات دي. حلو. طبعا فكره ان انت تبيع المنتجات دي خلينا نتكلم فيها في مرات تانية، لان هو موضوع هو انت بتبيع اللي عاوز السوق ولا احنا بنبيع الستوك والانفنتوري اللي اوريدي موجود عندنا. حلو. يعني بنتكلم احنا برودكت بيزد ولا كونسيومر بيزد، فدي شق نبقى نتكلم فيه في حلقات تانية. ولكن خلاص احنا ودينا عملنا الاكسرسايز بتاعنا وودينا التارجت على الموظف بتاعنا. التارجت هنا النهارده على الموظف فيه سم قاتل ان كيس اوف احنا عملنا ايه؟ ان كيس اوف ان احنا ما طبقناش الاليات المظبوطه ان احنا نحط تارجت فعلا على الموظف ده.
فخلينا ناخد الجانب السلبي اللي بيحصل. اللي هي ايه الاليات؟ هقول لك حالا. خلينا ناخد الجانب السلبي اللي بيحصل على الموظف ان كيس ان احنا مش حاطين التارجت بصوره مظبوطه وصوره سليمه. ايه اللي بيحصل على الموظف ده؟ اولا ان الموظف ده بيبدا يتعامل مع التارجت ان هو حاجه اوبليجاتوري، وفي نفس الوقت ان هو كمان لازم يوصل له باي ثمن. مم. ده ان كيس ان احنا قلنا ايه، ده التارجت اللي هو فيه سم قاتل، مش التارجت الصحي السليم. طيب جميل. فبيبدا يعمل ايه؟ في حاجتين مهمين جدا في التارجت ممثلين في الموظف، ان انا اوصل للتارجت بتاعي بفاعليه وبكفاءه. طب هنا النهارده الموظف بتاعي هيعمل ايه؟ الموظف النهارده لو انا عملت عليه اوبليجيشن ان انا لازم تحقق لي التارجت ده باي اني مين، فبينسى جزئيه الايه؟ جزئيه الكفاءه. احنا بنقول حاجتين كده دايما لازم نابلاي على الموظف لما اديله التارجت، لازم اديله التو بيلرز دول يشتغل بيهم، efficiency وeffectiveness. كويس. دول مهمين جدا ان احنا نشتغل بيهم مع الموظف. ايه ده وايه ده؟ افكتيف، ان التارجت بتاعه يكون افكتيف. يعني لو حضرتك انا طالب منك 100 يونت تتباع خلال الشهر، يبقى حضرتك لازم تاتشيف ال 100 يونت. ادي كده ان انت بتبيع بافكتيفنس. طيب الجزئيه الثانيه ان انت لازم تبيع افشنسي، التارجت بتاعك لازم تبيعه او توصل له بافشنسي. يعني ايه افشنسي؟ يعني كفاءه. يعني ما ينفعش انا احرق موارد الشركه كلها عشان اوصل لل 100 يونت دي. ما ينفعش ان انا فتعمل بيع اسلوبي وهمي مثلا، يبقى فيه ضغط وزن على كبير العميل. جدا على الكاستمرز بتوعي. ما ينفعش ان انا اجيب مثلا، المفروض ان انا بحقق ال 100 يونت دي المبيعات بتاعتي على مدار الشهر على سبيل المثال من مثلا 500 كول. ما ينفعش ان انا اقوم جاي عامل 5000 كول عشان اوصل للتارجت بتاع ال 100 يونت اللي انا عاوز ابيعها. كويس. سواء طبعا احنا بنقول اليونت دي سيرفيس او برودكت. اوكي. فانا هنا عملت ايه؟ انا حرقت التارجت بتاعي ووصلت للافكتفنس اللي احنا بنتكلم عليها، وصلت للرقم، ولكن انا هنا فيلت في حته معينه اللي هي ايه؟ الافشنسي. مفيش افشنسي هنا. وكمان انا ضغطت على العملاء بتوعي بصوره سيئه جدا 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 جدا. والعميل ده بنسبه كبيره جدا هو لو اشترى منك مره هو مش هيشتري منك الثانيه. الاسلوب نفسه، التارجت اللي اتحط خلى اسلوبك شويه فيه نبره ضغط كبيره جدا على العملاء اللي معاك، لان انت عايز تحقق باي طريقه، ان انت عاوز تحقق باي طريقه. انت هنا وصلت للافكتفنس، وصلت للرقم اللي انت عاوز تحققه فعلا، ولكن الافشنسي راحت منك. طب هي الافشنسي دي ليها فايده؟ ليها فايده كبيره جدا جدا جدا، ولكن احنا خلينا بنتكلم هو ليه سم قاتل في نفس الوقت. طيب العميل او الموظف اللي ما وصلش للتارجت ده، هو بقى مكتئب نفسيا، هو بقى بيشتغل 24 ساعه، هو بقى حياته نقدر نقول عليها الاسريه بقت متاثره، نفسيته بقت متاثره. بيدور ان هو ممكن يحصل تلاعب بشكل او باخر مع العملاء في معلومات مغلوطه عشان يحقق التارجت بتاعه. ممكن يوصل ان هو ياخد بيعات من زمايله، ممكن يوصل ان هو يكذب او يدي معلومات مضلله للكاستمرز بتوعه عشان ياتشيف التارجت بتاعه ويدي لهم البرودكت او السيرفيس اللي بيشتغل عليها. ممكن ياخد مبيعات تانية او ياخد كاستمرز تانية من زمايله بدون علمهم، بدل ما هو يساعده لا ده ياخد العميل منه. فهنا عملنا سبريد لروح سيئه جدا وسط السيلز تيم او الاداره اللي بتشتغل في الجزئيه دي. ده جزء صغير جدا من السم القاتل اللي ممكن يحصل على الموظف. ده بيحصل لو الإدارة حتى التارجت بطريقة غير سليمة. صحيح. غير متبع الأسلوب الصحيح في وضع التارجت زي ما بيقولوا. صحيح. الكاستمر النهاردة يعني نقدر نقول عليه هو يعني أكتر حد مهم في المنظومة. أنا بقول عليه مستر كاستمر، وللأسف هو بيبقى أكتر. نديله احترام. نعم، نديله احترامه. هو نديله احترامه لان هو الوحيد اللي عنده القدره. انا من الناس اللي تحب تقول كده، هو الوحيد مستر كاستمر الوحيد اللي عنده القدره ان هو يرفد رئيس مجلس الاداره. كويس. هو احنا النهارده البرودكت والسيرفيس اللي موجوده عندنا دي لو المستر كاستمر ده ما استفادش بيها او ما اشتراهاش مننا، ايه فايده الشركه؟ مفيش. فهو مستر كاستمر ده الوحيد اللي عنده القدره ان هو يرفد مجلس الاداره كاملا او يفاير رئيس مجلس الاداره نفسه. كويس. فلذلك احنا بنقول عليه مستر كاستمر. يعني لازم نديله احترامه وصورته وهيبته، لان هو ده اللي بيمشي الورك فلو كله جوه الشركه. ايه اللي بيحصل عليه بقى لما يبقى مستر كاستمر ده يا عيني غلبان جدا في كل المنظومه دي. هو للاسف بيمارس عليه من السيلز تيم، بيمارس عليه بعض نقدر نقول عليه كده بعض الاساليب
اللي بتهيأ له ان هو مصلحته في البرودكت ده او السيرفيس دي. وقد يكون لا. وقد يكون لا، ده هو يعني مش عاوزين نقول ان جزء كبير من الممارسات اللي بتحصل ان هو مش مصلحته في البرودكت ده، ولكن هو بيمارس عليه اساليب ضغط بشكل او باخر، بيمارس عليه اساليب احتواء، اساليب تليفونات كتير، اساليب يعني محاصره كتير، بحيث ان هو يفوكس اكتر على البرودكت ده. وخليني اقول بعض الشركات للاسف النهارده بتعمل ايه. الناس بس بعض الشركات او المصانع اللي بتبقى واخده وكالات، وتبقى واخده في بعض الشركات النهارده تلاقيها هو وكيل لحاجه معينه وموزع لحاجه معينه، فبيجيب البرودكتس او الخدمات اللي هو موزع ليها مش وكيل ليها، ويحطها جنب البرودكتس بتاعته عشان يستند لايه. اما انت تيجي كمستر كاستمر داخل المكان عندي، فتيجي تلاقي ده موجود وده موجود، فانا اقول لك المصلحه فين؟ المصلحه في برودكت اكس، ده المصلحه ليك كمستر كاستمر. طب المصلحه لي انا هنا عندي فين؟ انا از سيلز مان في برودكت واي، ده عليه برسنتج اعلى، عليه انا عموله نفسي عليها اعلى، تارجت، الشركه نفسها عليها تارجت، شركتي حاطه لي تارجت عالي على الجزئيه دي. فبعمل ايه بقى هنا؟ الممارسات اللي بتحصل ان انا بقول لك انا مش فارقه معايا، انا برودكت اكس وبرودكت واي اوريدي موجودين عندي وعاوز ابيعهم هما الاثنين. فهنا ايه، انت بتطمن بقى، انت از مستر كاستمر بتطمن للايه، للايجنت اللي واقف معاك ده. والله ما هو ملوش مصلحه يا عيني، ده غلبان خالص، هو بيساعدني في البيع بتاعي، هو ملوش مصلحه، ده البرودكت ده موجود عنده والبرودكت ده موجود عنده. للاسف الشركات النهارده والمصانع بتجيب البرودكت التاني ده، هي مش عاوزه تبيعه، ولكن هي عشان توصل الرساله دي ان هو مش فارق معاه يبيع ايه، ولكن هو فارق معاه جدا، فارق معاه كتير از تارجت ان هو لازم يبيع البرودكت ده. حتى لو ده احسن بيفضل يشكر لك فيه، يفضل يقول لك ده كويس، ده كويس، ده يفات النيدز بتاعتك، ده الناس اشتريته مني كتير، ويبدا يتواصل بقى ايه معاك بشكل او باخر ويمارس الضغط عليك. طب انت كمستر كاستمر ايه اللي حصل عليك النهارده؟ انت خدت برودكت ممكن ما يكونش هو الفت بالنسبه لك، فيه احسن منه، ممكن الفلوس اللي انت دفعتها فيه النهارده دي ممكن تدفع اقل منها في برودكت تاني. الفلوس اللي انت دفعتها النهارده دي تقدر تقول ان انت لو اخدت البرودكت روحت بيه او السيرفيس دي، انت مش هتستفاد بالحاجه دي، لان صحيح. هي مش هي دي اللي بتفات النيدز بتاعتك، فانت اثرت عليك وعلى مصاريفك ان انت هتضطر ان انت تروح تشوف منتج تاني بديل، او تعيد التجربه تاني في مكان يكون اصدق او افضل من الحته دي. فانت هنا وقع عليك النهارده ان انت ضيعت مجهود وضيعت وقت وضيعت فلوس في جزئيه التارجت دي. برضو مستر كاستمر من ضمن الاناليسز اللي كانت معموله عليه ان في 68% من العملاء بيوقفوا شراء مع بعض الشركات او مقدمي الخدمات، 68% منهم بسبب التريتمنت او الطريقه اللي بيتعامل بيها السيلز بيبل او المقدمين الخدمات جوه الشركه دي مع العملاء بتوعها. انت متخيل 68% من العملاء بيوقفوا التعامل؟ ده رقم كبير جدا، ده يخلينا نفكر كويس جدا 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 في طريقه التعامل مع العملاء من خلال السيلز تيم او الايجنتس اللي بيتعاملوا او مقدمين الخدمات، ويخلينا نفكر كويس جدا واحنا بنحط التارجت بتاعنا. فالنهارده الموضوع فيه سم قاتل على العميل، فيه سم قاتل، وفيه اكتر من كده بكتير، ولكن عشان وقت الحلقه فاحنا بنكتفي بالجزء ده. بالنسبه للشركه، الشركه لا، ده الشركه امرها يمكن اصعب من مستر كاستمر واصعب من الموظف اللي موجود النهارده. الشركه النهارده بيطلع عليها ريبيتيشن صعبه جدا في الماركت، نقدر نقول السمعه بتاعتها بتبقى سيئه جدا، تبقى مشهوره ان هي البيع بتاعها اجريسيف، طريقه البيع بتاعتها اجريسيف، الكاستمر ساتسفاكشن معدل رضا العملاء عن خدمات الشركه دي بتبقى صعبه جدا. مدى استمراريه الشركه دي بالاسلوب ده هيبقى صعب قوي، وهيبقى مشهور عنها التيرن اوفر العالي، لان انا لما احط تارجت اجريسيف وتارجت فيه مشاكل، ايه اللي هيحصل؟ في شباب كتير عندي او في من السيلز ايجنتس الموجودين كتير مش هيحققوا، فانا مش هفضل قاعد بتفرج على حد ما بيحققش عندي في الشركه. فهعمل ايه؟ هعمل ورك فلو عالي او هعمل تيرن اوفر عالي للشباب دي، فيبدا يطلع سمعه على الشركه بتاعتي ان فيها تيرن اوفر، ناس بتمشي كتير وناس بتيجي مكانهم كتير. طب ده يرفلكت عليا في ايه؟ يرفلكت عليا ان كل ما العميل يجي يتعامل معايا يلاقي وجه جديد بيتعامل معايا، كل ما يجي عميل يتعامل معايا مره، جاي يتعامل معايا الثاني يلاقي وجه جديد بيتعامل معايا. طب ده يرفلكت على السمعه بتاعه الشركه اوفر اول، وهكذا. لو فضلت مستمر في القصه دي انا ممكن اصلا يحصل لي مشكله في الماركت بتاعي، ان الماركت دايما بيطرد
الشركات اللي ما بتقدرش تسرفايف ويبقى ليها ريبيتيشن كويسه، اللي بيبقى ليها كاستمر ساتسفاكشن ريت كويس، الماركت بيطرد الشركات دي، فمع الوقت كويس. هتواجهك مشاكل كبيره جدا جدا جدا. وبرده كان في امثله للشركات اللي كانت بتستخدم الاجريسيف تارجت، وكمان ان الاجريسيف تارجت ده مش شرط يكون اجريسيف تارجت، كمان كان في شركات بيبقى عندها التارجت ده على الورق بس. كان على سبيل المثال شركه ايرون في تقريبا 1954، احدى شركات الطاقه الامريكيه دي، كانت محققه ارقام حلوه جدا 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 وارقام كويس. مبشره جدا جدا على الورق فقط. لان يعني برضو ايه على رأيك؟ من ضمن الحاجات الارقام بتوصل على الورق فقط ازاي، ان في بعض الشركات وبعض الناس اللي بتحط التارجت ممكن يحط لك التارجت سي بيرشيز اوردر يعني اوامر توريد، بس انا ما وردتش حاجه، بس هو انا ارقام، انا مطلوب مني ارقام فلكيه اوردها. في ناس تانية بتحط على الدليفري، يعني ان انا اوصل الحاجه نفسها، لكن انا حصلت؟ لا، ما حصلتش حاجه. طب امتى انا احس ان فعلا ان فانا على انا الورق انا في بايع وعامل وكل حاجه تمام، بس فانا على الورق حلو جدا عالمي، ونقدر نقول ان انا اقدر كمان بالورق والورك فلو بتاعي ده ادخل مستثمرين كمان في الشركه. وهي ده يمكن اللي حصل في ايرون. جت اعلنت افلاسها في 2001، في ديسمبر 2001 اعلنت افلاسها، لان هي كانت شغاله الفكره التارجت عندها كان موجود على الورق فقط، ما كانش مدعوم بحاجات فعليه موجوده على الارض. كويس. ما كانش مدعوم بتحصيل، ما كانش مدعوم بانتاج حقيقي، كان كل الكلام ده موجود على الورق. ده يمكن برضو وجه من اوجه السم القاتل اللي يبقى موجود في التارجت، ان انت بتطمن ان انت محقق ارقام. طب هي الارقام دي فعليه؟ الارقام دي حصل لها ديليفري؟ على الورق بس. الارقام دي حصل لها تحصيل، ولكن هي ارقام على الورق بس. ومن بعض مشاكل التارجت برضو اللي حصلت في التوقيت ده، ان كان في القطاع الطبي في امريكا بعض المستشفيات اشتغل بقى عندها تارجت جراحات، يعني ان هو عنده تارجت في الشهر للعمليات، وعنده كي بي ايز معينه للعمليات. طب ايه النتيجه اللي حصلت لكده؟ النتيجه اللي حصلت كده ان زاد بقى عندهم رقم مهول جدا من الجراحات، بيعملوا عمليات على الفاضي. يعني خلينا نقول هو نسبيا بقت في يعني عمليات اتعملت، ونقدر نراجع الكلام ده، في عمليات اتعملت ولكن هي كانت والناس ما تمشي كانتش محتاجه. بتريتمنت مختلف. فنقدر نقول النهارده ان زاد ارقام الجراحه في المستشفى او في المستشفيات في التوقيت ده، ولكن قلت ايه؟ قلت الكريديبيليتي في الموضوع ده، وقلت معاها حته انسانيه، لان احنا بنتكلم على الخدمه الطبيه. هل الكلام ده موجود في مصر النهارده؟ للاسف خليني اقول لك ان هو موجود في مصر وفي الوطن العربي، سبيشالي في الميديكال فيلد. موضوع التارجت دخل بصوره وحشيه، ونقدر نقول هو ده فعلا السم القاتل. ان انت لما بتسمع از بيشنت او از مريض، عندك حد من اسرتك تعبان، وبتسمع الدكتور بيقول لك ان العلاج بتاع الحته دي ان احنا نعمل الاشعه دي، او نجيب الادويه دي، او نعمل العمليه دي، فانت ما تتاخرش ونعمل العمليه دي في المستشفى دي، ونعمل بالظبط كده. انت كمان بيبقى الموضوع يعني اسوأ من كده، ان انا بقول لك انت تجيب الادويه من الصيدليه دي عشان انا عندي تارجت ادويه معاها، وبقول لك تعمل الاشعه في المكان الاشعه الفلاني ده عشان انا عندي تارجت معاها. انت هتعمل لنا مشاكل في الحته بتاعه الخدمه الطبيه دي. بس خليني اسالك سؤال عشان نمنع، يعني اخد المشاكل شويه. هو ده حاصل فعلا، حاصل فعلا حاصل. النهارده. ولكن برضو خلينا نقول للامانه، انا ساعات يعني واحد بشوف ان بعض الدكاتره بيوصف اماكن لجودتها، بس كلنا بنبقى متفقين عليها. جوده الاشعه، جوده التحاليل، كلنا بنبقى متفقين عليها. لا، السؤال اللي انا عايز اساله لك، ما هو المكان الطبي هل يصح انه يحط تارجت ولا لا؟ المكان الطبي يحط تارجت اكوردنج بطريقه صحيه، بطريقه سليمه، للانكريمنتال انكريز اللي بتحصل عنده. يعني هو ياخد رقم من عنده ويشوف النمو بتاع الرقم ده على مدار السنين والشهور ويحط رقم، لكن ما حطش تارجت على عمليات. ما اقولكش ان انت لازم تحقق لي تارجت عمليات في الشهر. طب ما انا هجيب ازاي تارجت عمليات في الشهر؟ ما تحطليش تارجت ان انا اشتري من صيدليه معينه، ما تحطليش تارجت ان انا يبقى عندي عدد اشعه معينه لازم تتم خلال الشهر، ما تحطليش تارجت ان انا يبقى عندي عمليات جراحيه تجميليه، يبقى عندي عمليات جراحيه لبعض الحاجات تخصصات. ازاي؟ هو انا عارف، انا راجل دلوقتي سبيشالي في الحته اللي برضو بستغرب ان بيتحط فيها تارجت الناس اللي عندها سيلز اندور. يعني انا ما عنديش مشكله ان يبقى عندي تارجت مع الاوت دور سيلز بيبل، يعني صحيح. هو اوريدي هو بيروح ينوك دورز او بيروح تشانلز، يفضل يدور لحد ما يجيب التارجت. لكن انت النهارده بتعمل لي حاجه اسمها سيلز اندور او كاستمر سيرفيس، هو حد قاعد في المكان ما عندوش اي تشانلز يتعامل بيها غير مع مين؟ مع الووك ان اللي داخل المكان. طب الراجل الووك ان ده انت بيجي لك كام حاله النهارده؟ بيجي لي كام مريض او بيجي لي كام ووك ان؟ بيجي لي 1000. حضرتك لازم يبقى عندك تارجت اكس عمليات من ال1000 ده. طب انا عندي ورك اراوند تاني ان انا اطلع بره ال1000 دول؟ لا، ما عندكش، انت سيلز اندور.
طب مين اللي عنده السيلز اوت دور؟ مم. طب ازاي انا يعني ازاي اجزم ان الراجل اللي قاعد سيلز اندور او كاستمر سيرفيس ايجنت احط له تارجت على ناس داخله قد في تكون مش فانكشن موجوده محتاج. من عندي؟ ما هو ممكن مش يماتش الفانكشن صح. ده. فبقى الدكتور النهارده يعمل ايه، او بقى المكان الطبي يعمل ايه؟ هو لازم يعمل حاجه اسمها 360 كده، ياخدك يقوم جاي عامل لك مجموعه اشعه بمجموعه ادويه بمجموعه تحاليل. بمجموعه تحاليل، بقى بعمل ايه؟ الدياجنوز بقى يعمله ازاي؟ بعمل ايه؟ يس بالظبط كده، بقى اكسكلودنج بقى احنا عملنا دي، انت مش تعبان فيها، طيب خلاص اتس اوكي. طب الاشعه دي لا دي كويسه زي الفل، طب انت خدت الدواء ما عملكش حاجه، طيب برضو بمناسبه الادويه، طب ما انا عندي ادويه اكس وواي وزي، ليه اروح لاكس بدل واي؟ لا انت لازم تاخد اكس. طب هو ليه اخد اكس؟ لان في تارجت مع شركه الادويه. فهل ده سم قاتل؟ اه طبعا سم قاتل جدا 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 جدا، لان هو المريض النهارده مش كل المرضى تتحمل الجزئيه دي. على فكره احنا كنا ماشيين كويس، بس الحته بتاعت الخطبه الطبيه دي ممكن تعمل لنا شويه قلق. ما هو ده عنوان الحلقه اللي احنا كنا بنتكلم عليه. لو خايفين من النشر انا انشرها على مسؤوليتي. اوكي. ولكن هي الفكره كلها ان احنا من هنا انا حابب اقول رساله لكل الناس اللي بتحط التارجت: خليك ريزنبل، خليك منطقي، حط تارجت ما فيهوش السم القاتل اللي احنا بنتكلم عليه، حط تارجت في مصلحه الموظف، في مصلحه الشركه بتاعتك، في مصلحه مستر كاستمر اللي احنا بنتكلم عليه، لان الورك فلو اللي احنا بنتكلم عليه ده هو اللي في الاخر هينجح البراند او هينجح الشركه او هينجح المستشفى اللي احنا بنتكلم عليها. برضو هرجع اقول لك تاني ان الماركت مش بيصبر على حد بيعمل مشاكل او عنده سمعة سيئة. صح. من احسن الحاجات اللي موجودة في الماركت النهاردة ان هو بيطرد الاسماء اللي فيها مشاكل، بيطرد المصانع اللي فيها مشاكل، بيطرد البراندات اللي عاملة مشاكل اللي سمعتها مش كويسة، especially مع عصر السوشيال ميديا وما شابه. طيب فان انت دلوقتي قلت لي المشاكل اللي هتقع على الكاستمر وعلى او مستر كاستمر وعلى الموظف وعلى الشركه. لو تم وضع التارجت بشكل غير سليم وهيبقى فيه سم قاتل، اين الحل؟ يعني خلينا نقول ان الحل، وهو ده اللي احنا الهدف بتاعنا، احنا مش طالعين نهاجم حد، احنا مش طالعين نقول ان في حد بيعمل ممارسات خاطئه او ما الى ذلك. احنا فايدتنا النهارده احنا طبعا قلنا عليهم وبلغنا عنهم، ولكن احنا بنعمل لهم تريجر بحيث ان هو يحسن من ادائه، يحسن من اسلوب عمله، يحسن من التارجت اللي بيحطه. الكلام ده بنتكلم كل القطاعات كويس. ان انت لازم تحط التارجت بصوره متماشيه مع الاندستري بتاعتك ومع الورك فلو بتاعك. ما ينفعش انا اطلع بره التارجت بتاع الصناعه بتاعتي، ما ينفعش انا اطلع احط تارجت اجريسيف. وفي كلمه بسيطه يعني تقريبا معظم الشركات او المصانع بتطبقها، ان التارجت بتاعي لازم يكون سمارت. يعني ايه سمارت؟ سمارت دي ابريفيشن، حروف بتدل على بعض الكلمات. طبعا هي معروفه لدى الناس، ولكن احنا شويه بننسى الامر مع زحمه الشغل والضغط. بتتحول في بعض الحاجات للاسف بتتحول كليشيه، يعني الموضوع بيتحول اللي هو خليه سمارت، بس محدش بيخليه سمارت يعني. صحيح. ولكن هو الهدف بتاعنا النهارده فعلا التوعيه. احنا خلينا نقف عند الحته دي تاني، لا خلي التارجت بتاعك سمارت. سمارت دي عباره عن مجموعه الاختصارات او مجموعه من الحروف للكلمات اللي انا براعيها في التارجت بتاعي. اول حرف اللي هو الاس، ان هو التارجت بتاعي يكون سبيسيفيك، ان هو التارجت يكون محدد. انا ما بقولكش اديني حاجه كويسه او اعمل لي شغل كبير او ما الى ذلك، انا بقول لك اديني رقم اشتغل عليه. ادي كده رقم واحد. رقم اتنين ان هو يكون اللي هي حرف الام، ان هو يكون ميجربل، قابل للقياس. لازم لما بتتكلم معايا في تارجت لازم نكون حاجه نعرف نقيسها. رقم ثلاثة اللي هو حرف الاي، اتشيفبل، ان التارجت يكون قادر على التحقق او قادر ان انا اوصل للتارجت ده. هنا في سؤال: هل كل التيم المفروض يوصل للتارجت؟ هو حضرتك لو كل التيم بتاعك وصل للتارجت يبقى التارجت ده موجود غلط او محطوط غلط. اتليست في لازم نسبة صغيرة من الفريق هي اللي توصل للتارجت ده. تمام؟ ده الجزئيه بتاعت الاتشيفبل. الحرف الرابع اللي هو الار، وهو ايه؟ ريليفنت، وهو يكون ريليفنت للاندستري والحاجه اللي انا بشتغل فيها. يعني بدي لك تارجت من نفس السكوب فورك اللي احنا بنشتغل فيه. تمام؟ الاخر حاجه ويمكن خامس حرف اللي هو التي، اللي هو تايم بيست. نو واي ان انا ادي لك تارجت مش مربوط بمده زمنيه. انا لازم اقول لك ان الرقم ده في البرودكت ده تحققه في الفتره الزمنيه ده مثلا بتاع الكوارتر ده او بتاع الشهر بالظبط كده. طب كويس برضو ان انت حقق. يعني انت قلت السؤال ده ان هو بتاع الكوارتر ده او ان هو بتاع الربع سنوي او اللي هو السنوي. لا، هو الافضل للتارجت بتاعنا ان هو يكون مانثلي بيزس. ليه مانثلي بيزس؟ لان ما ينفعش التارجت يبقى ثابت عندي على مدار السنه. ان انا الشهر اول شهر زي اخر شهر. لازم نراعي انا الشهر عندي انا ممكن في حاجات طبيعيه ممكن تتغير. يعني البيع في الصيف غير البيع في الشتاء،
البرودكت الاكس لما بيتباع في الصيف مبيعاته بتبقى عاليه شويه، نفس البرودكت ده في الشتاء مبيعاته مختلفه، فما ينفعش البيع بتاعي في الصيف زي البيع في الشتاء. ولو في مواسم معينه حصلت او لو في انسيدنت معينه زي كوفيد، فكوفيد غيرت ماسكات التارجتس سبيشالي في القطاع الطبي. كوفيد غيرت التارجتس، قللتها في بعض القطاعات، زودتها في بعض القطاعات، فلذلك صحيح. انا التارجت بتاعي ما ينفعش يكون شهري بصوره ثابته خالص. انا لازم يبقى عندي في مقياس وفي تريجر للتارجت من وقت للتاني، عشان لو في سيزوناليتي حصلت، لو في اي انسيدنت حصلت، سواء اعلي او اوطي التارجت. ده كده بالنسبه للتارجت. غير سمارت ايه اللي ممكن تاني نعمله عشان التارجت ما يكونش فيه كويس سوبر جدا. طيب الجزئيه الاهم من التارجت ده دايما بيقيس كوانتيتيف، يعني نقيس كميات، ارقام، نقيس حاجات كده. في جزء عندي تاني لا يستهان به، اللي هو احنا كنا بنتكلم عليه في الافشنسي، ان لازم يكون في كواليتيف تول تقيس الكيفيات او تقدر تقيس الحاجات اللي هي الغير ملموسه، الغير رقميه، زي الكي بي ايز. فمن هنا ظهرت فكره الكي بي ايز، الكي بيرفورمانس انديكيتور، او بالعربي بنقول عليها مؤشرات قياس الاداء. يعني ما ينفعش اسيب التارجت لوحده ويبقى افكتفنس ان انت وصلت للرقم بتاعك، ولكن هيبقى في مشكله كبيره جدا. صحيح. فانت لازم يكون في عندك كي بي ايز، مؤشرات قياس الاداء، اللي تقول ان انت وصلت للتارجت ده ازاي. ومين اللي انا واحد من الناس يهمني الحاجات الغير ملموسه دي، اللي هي طريقه التعامل بتاعتك مع الكاستمر بتاعك، الساتسفاكشن ريت للعملاء بتوعك، معدل الرضا العملاء بتوعك عن الخدمات اللي انت بتقدمها، التعامل بينك وبين زمايلك، التعامل بينك وبين مديرينك. في حاجات كتير جدا غير ملموسه نقدر نقول عليها كواليتيتيف، نقدر نقيسها من خلال الكي بي ايز. لما نحط الكي بي ايز مع التارجت، الاثنين دول يكونوا محطوطين بصوره سليمه، احنا هنا وصلنا لبيئه عمل ناجحه جدا، ووصلنا للتارجت بصوره كويسه، ووصلنا للتارجت ما فيهوش سم قاتل، وصلنا لتارجت صحي نقدر نقول عليه صحي. يبقى في جزء يقدر ياتشيف التارجت ده، وفي جزء تاني يقدر يوصل للتارجت ده مع التطوير ومع التمرين. وهنا النهارده لازم نقول ان التارجت تاني، ندوس على الحته دي، ان التارجت هو تول بتساعدني على الاداره والتطوير. دي حته مهمه جدا في التارجت، مش هو الايم الرئيسي اللي انا بقوم عليه المصنع بتاعي او الشغل بتاعي او الشركه خليني بتاعتي. اسالك سؤال خبيث. موظف السيلز لو ما حققش التارجت، هل هو موظف كويس ولا مش موظف كويس؟ على حسب بقى هو حقق كام برسنتج من التارجت، كويس. يعني هو وصل فين من التارجت هو. وكمان يعني بعض للاسف الممارسات في موضوع حط التارجت ده، الناس اللي بتحط التارجت ده بيبقى عنده هيدن اجنده بين التارجت وبين السكيما بتاعه العمولات. فهو تلاقيه حاطه بطريقه معينه. بنتكلم طبعا على خلينا نكون متفقين ان في، واحنا بنحط التارجت، في بعض تعارض المصالح اللي بيحصل واحنا بنحط التارجت بين 3 ستيك هولدرز في الجزئيه دي: المجلس الاداره او السي ليفل، وبين مدير المبيعات. مدير المبيعات عاوز يقلل التارجت عشان يقبض كويس. ادي كده اول تضارب مصالح، ان السي ليفل عاوز تارجت عالي، عاوز يعمل مبيعات كبيره وعاوز يحقق ارقام كبيره، ولكن مدير المبيعات عاوز تارجت متواضع عشان يقدر ياتشيف ويقدر يقبض كويس. طيب التعارض المصالح الثاني بيجي بين مين ومين؟ بيجي بين مدير المبيعات والسيلز تيم. مدير المبيعات عاوز السيلز تيم اللي هم الافراد نفسهم عاوزهم يفرمهم عشان يحققوا رقم كبير ويعملوا اوفر اتشيفمنت، يعني يعدوا التارجت المحطوط ليهم، عشان هو ستيل برضه يقبض كويس. في نفس الوقت ان السيلز تيم دول عاوزين نفس الفانكشن بتاعه مدير المبيعات، ان هو عاوز تارجت قليل عشان يقدر يوصل له ويقدر ياخد 100% من العموله بتاعته، او ياخد اوفر اتشيفمنت على العموله بتاعته. فالنهارده الورك فلو ده لازم يكون محطوط بموضوعيه وحكمه من الطرفين. مجلس الاداره مع مدير المبيعات، لان مدير المبيعات نقدر نقول عليه اللي هو على الارض، اللي شايف الارقام وبيقدر يكاسكيد البوينت دي لمجلس الاداره. هما الاثنين سويا يوصلوا ان هم يحطوا تارجت فعال موضوعي يقدر يتحقق، زي ما احنا قلنا كده اتشيفبل، تقدر الناس تحققه. في حاله عدم رضا مدير المبيعات عن التارجت اللي اتحط، اللي يحصل؟ اللي يحصل عندك هنا ممكن نقدر نقول ان في اكتر من حاجه نرجع لها. اول حاجه، هل التارجت ده فعلا ريزونبل، منطقي، محطوط بصوره كويسه، وقست عملت قياساتي وجبت الهيستوري بتاعي وعرفت ان دي الزياده الطبيعيه اللي ممكن تحصل؟ ادي كده رقم واحد، لازم ميك شور من البوينت دي.
رقم 2، هل فعلا البروسيس اللي عملها السيلز تيم مظبوطه؟ يعني عمل الفوركاست بتاعه، عمل البايب لاين بتاعه، عمل الفول كونز بتاعته، عمل الفولو اب بتاعه، عمل الميتنجز اللي المفروض يعملها. طيب بعد ما عمل دي، هل عملها بكفاءه؟ هل فعلا هو كان شغال بيفولو البروسيس اللي احنا حاطينها از ستاندرد للشركه دي في الكولز بتاعتنا او في الميتنجز بتاعتنا؟ كويس. اتاكدت من البوينت دي. طيب نيجي البوينت الثانيه، هل السيلز تيم ده فعلا مؤثر ولا هو يحتاج تدريب وتطوير؟ برضو دي من ضمن البوينتس او من ضمن التريتمنت اللي احنا بنعملها على السيلز تيم اللي موجود. هل هو محتاج تدريب وتطوير؟ ابدا اشتغل عليه من ناحيه النولج. هل هو محتاج برودكت نولج اكتر، محتاجين يذاكروا البرودكتس والسيرفيسز اللي احنا بنقدمها؟ ولا انا عندي حته تانية بقى، سيب بقى كل اللي احنا بنتكلم دي فيه ده، احنا عندنا اصلا مشكله في البرايسنج او عندنا مشكله في البرودكت نفسه؟ ولا لا، هي دي برضو الاكسرسايز دي ده مشكله تانية خالص. دي مشكله تانية خالص. ان انت الاكسرسايز ده تريجر بينور معاك لما يبقى يكون عندك مشكله في السيلز. فانت بتمسك كل واحد، طبعا دي مش دور مدير المبيعات ان هو يدور على البرودكت هو ويلنج والماركت عاوزه ولا لا، دي مشكله تخص تطوير الاعمال والاوبريشن ومجلس الاداره. الفكره اصلا انا منزل البرودكت او السيرفيس الماركت دي از بير نيدز، ولا ده ان هاوس احنا عملناه وبننزله ماركت له في السوق. البوينت دي تفرق في البيع كويس جدا. انا منزل البرودكت اسوق له، ولا انا عندي اوريدي نيدز شفتها في الماركت ونزلت لها البرودكت ده. في كود مهمه جدا 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 بتقول ايه الكود دي؟ الكود دي بتقول ايه؟ ان احنا بنجيب برودكتس او بنبيع برودكتس اللي محتاجها العملاء بتوعي، مش بجيب كاستمرز للبرودكتس اللي موجوده عندي في الشركه. في شتان بين الجملتين دول. ان انا يبقى عندي منتج ادور له على عملاء تشتريه، او ان انا عارف السيجمنت بتاعتي وعندي كاستمرز بدور لهم على البرودكتس والسيرفيسز اللي بتفولفل الاحتياجات بتاعتهم. هل كل شركه او كل اندستري او كل مؤسسه او كل كيان او لازم يبقى عنده تارجت؟ خلينا نقول ان نرجع للمقولة اللي احنا قلنا عليها بتاعت بيتر دراكر، if you can't measure it you can't manage it. فانت لازم تقيس عشان تعرف تمانج، تدير وتعرف تطور. فانت عشان تقيس فانت لازم تحط رقم. انا لما اقول لك انا النهارده حققت 50، ده حلو ولا وحش؟ لازم يبقى في حاجه لازم تقول لي 50 من كام عشان اقدر اقول لك هو حلو ولا وحش. تقول لي 50 من 100، اقول لك لا ضعيف. طب 50 من 50 هايل، بيرفكت. فالنهارده لازم يكون عندك تريجر، رقم واضح احنا كلنا بنشتغل ان احنا ناتشيف الرقم ده. فهل ان كل الشركات وكل المصانع لازم يبقى عندها تارجت فيجرز؟ لا، مش شرط. ممكن يكون عندها كي بي ايز، ممكن يكون عندها تارجت لو الصناعه بتاعتها او السيرفيس يعني بتاعتها تنصح تنفع. ان الناس كلها يبقى عندها طريقه قياس وليس، او مش طريقه قياس، حاجه يقيسوا عليها او كي بي اي معين او حاجه او اوبجيكتيف معين، ومش لازم يكون تارجت، صح كده؟ يعني ممكن نقول ان احنا بين المدرستين دول. لو الصناعه بتاعتي تقبل ان احنا يتحط عليها تارجت فاتس اوكي، هحط عليها تارجت واحط عليها كي بي ايز. لو الصناعه بتاعتي مش قابله لان هي يتحط لها ارقام، خلاص انا هحط اوبجيكتيف اللي احنا قلنا عليها اللي كان المانجنج باي اوبجيكتيف. هحط اوبجيكتيف بحيث ان انا اقدر اقيس وانا وصلت فين للاوبجيكتيف دي. ولكن في الاخير احنا لازم نقول ان احنا يبقى عندنا هدف ورقم او اوبجيكتيف واضح احنا لازم نشتغل عليه عشان اقدر اقيس انا وصلت فين من الهدف بتاعي، سواء اذا كان رقم او اوبجيكتيف معين، ووصلت فين او فاضل لي قد ايه اكوردنج للهدف بتاعي. انا فاضل لي قد ايه عشان اوصل للهدف بتاعي. سؤال قبل ما نختم، اتفضل. لو مصر فيها 100 شركه، تتوقع كام شركه منهم بيحطوا تارجت صحي وسليم، وكام شركه بيحطوا تارجت فيه سم قاتل؟ للاسف يعني مش عاوزين نحط برسنتج، ولكن توقع يعني في توقعي ان في يعني 80 من 100 بيحطوا تارجت فيه سم قاتل. وده رقم مرعب، رقم مرعب جدا جدا جدا. انا بعرف الرقم ازاي؟ انت حضرتك برضو ممكن تعرف الرقم ده. بص كده على اليومك وانت بتشتري، نزلت اشتريت حاجه معينه، تعاملت مع اكس من المحلات، اتعاملت مع اكس من الهايبرز، اتعاملت مع اكس من الشركات، مش عاوزين نقول اسماء شركات ولا مستشفيات ولا عيادات ولا اي حاجه من الحاجات دي. انت هتلاقي في تون اوف فويس
مختلفه صحيح وفيها صح. زن او فيها الحاح ان انت تاخد برودكت او سيرفيس او حاجه ومن غير معينه. ما تنزل انت بيجي لك المكالمات لحد عندك صحيح يعني. صحيح. وفي نفس الوقت انت النهارده بيمارس عليك وانت على مدار يومك من ساعه ما تصحى الصبح لحد بالليل بيمارس عليك جميع اشكال الفولوينج اب عشان الناس دي صحيح تفولو اب او صحيح. تاتشيف التارجت بتاعها. فانا بقول لك ان هي لو 80 من 100 بيمارسوا السم القاتل في التارجت ده، ويمكن ده رقم متواضع ويمكن اكتر من كده، ولكن احنا برضو مش عاوزين نظلم الشركات اللي بتفولو اب او بتحط تارجت بشكل صحي او بشكل سليم. شايف في حل ولا هنفضل في الخناقه اللي دايره دي الى ان يرث الله الارض ومن عليها؟ والله زي ما اتكلمنا دلوقتي هو طبعا في حل ان احنا زي ما احنا بنتكلم كده ان احنا نقدر نديوكيت الناس، ان احنا نقدر نعين مديرين مبيعات عندهم فكر عندهم اكسبيرينس، نقدر نديوكيت السي ليفل او السي ليفل يقدر يديوكيت الناس اللي بتشتغل معاه ويوصل لهم نوليدج بشكل او باخر، ان ازاي ندرس جزئيه ان احنا نحط التارجت، ازاي ندرس ان احنا يبقى التارجت بتاعنا فعال وصحي وما يأثرش على بيئة العمل اللي احنا موجودين فيها وما يأثرش على البراند نفسه. احنا بناخد البراند في الجزئية بتاعة ان التارجت يكون فيه سم قاتل، احنا بنموت البراند بتاعنا ثرو الحتة بتاعة الكاستمر ساتسفاكشن، او ان ازاي هاو تو ديل مع الكاستمرز بتوعك بصورة او باخرى. كل الناس النهارده بتتجه ان هي البراند بتاعها ان هو ازاي يقدر يهومنايز البراند، يعني البراند في صورته اللي هو از هيومن يعني. يس بالظبط كده. يقول لك التون اوف فويس بتاعت البراند ايه، يقول لك شكل البراند ايه، البراند بعت لك كذا، البراند بعت لك كذا. فانت النهارده ولو البراند شخص هتتخيل يس عامل بالظبط ازاي كده. احنا كلنا بنتجه النهارده في الماركتنج استراتيجيز بتاعتنا ان احنا نهومنايز البراند. فانت عاوز تودي البراند از ان هو انسان او هيومن بيكومينيكيت معاك از مستر كاستمر. فانت النهارده جاي تسحب الدور ده من السيلز تيم وبتخليه في شكل ريبوت او روبوت جاي بيتكلم مع العميل، بيزن عليه اتصالات، بيديله رسائل موجهه ثابته، تحس ان انت بيكلمك سكريبت، يعني انت رحت عملت حاجه عكس ما انت عاوز تروح في الاستراتيجي بتاعتك. صحيح. فده طبعا هيوديك لفين؟ هيوديك ان مع الوقت الريبيتيشن اللي هتحصل عليك، الباد ريبيتيشن، السمعه السيئه اللي هتحصل على البراند بتاعك، الباد ريبيتيشن اللي هتحصل على السيلز بيبل اللي موجودين عندك، التيرن اوفر اللي هيحصل من السيلز تيم اللي موجودين عندك، كل ده هيودي البراند في حته ريسكي جدا جدا جدا. وزي ما قلنا الماركت هو نفسه اللي بيقدر يقول مين يقدر يكمل في الاندستري دي ومين يقدر يطلع. هندور كتير، بص على اسماء النهارده كانت عامله بومينج كويس جدا في الاندستري بتاعتها او في السيرفيسز اللي بتقدمها، النهارده الاسماء دي مش موجوده تماما. الماركت نقدر نقول تاني الماركت هو اللي بيقدر يحتفظ بالاسماء والبراندات الكويسه اللي عامله الاكسرسايز بتاعها الكويس وعامله الهوم ورك بتاعها كويس، وبيقدر يطلع البراندات اللي عملت مشاكل او ما حافظتش على نفسها او خدت ممارسات بشكل او باخر. ونقدر نراجع هيستوري الاسماء كانت منوره بالبرودكتس والسيرفيسز بتاعتها، النهارده هي مش موجوده. ومش موضوعنا النهارده نقول ايه الاسماء اللي مش موجوده، هي اسماء كتير جدا 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 كانت في فتره مزدهره والنهارده هي مش موجوده. كل ده بسبب الممارسات الاداريه اللي تخص التارجت وما الى ذلك والتطوير والتحسين. ان شاء الله لما نتقابل في حلقه ثانيه يبقى الامور احسن من وجهه نظر التارجت او من وجهه نظرك في التارجت. ان شاء الله يبقى الرقم 80% اللي انت خضتنا بيه ده يبقى اقل باذن الله تعالى. ان شاء الله والتحسين ومن احسن لاحسن باذن الله تعالى. ورسالتنا النهارده زي نتمنى ان هي تاخد الجانب الايجابي، الناس تسمع لنا في الجزئيه دي، مديرين المبيعات يسمعونا في الجزئيه دي، السي ليفل اللي موجود في الشركات يبدا يعيد النظر في الجزئيه دي، السيلز تيم خلينا نهتم بيه، دول البلاي ميكرز بتوعنا خلينا نوديهم لحته احسن لبيئه صحيه في العمل احسن باذن الله تعالى. شكرا على خير دايما. ان شاء الله نشوفك في حلقه ثانيه، ما تكونش اخر حلقه بينا، وان شاء الله نشوفك في حلقه ثانيه نتكلم فيها على موضوع ثاني تقدر تفيدنا فيه وتضيف لنا فيه من خبرتك باذن الله. بالتوفيق للمجرب دايما ان شاء الله. شكرا دكتور. مع السلامه.